معايا اليوم حلقة استثنائية واستثنائية للغاية، هنرد فيها يا كبير على بعض أصحاب الترند واللي عاوز يطلع ترند اليومين دول. اللي عاوز يطلع ترند اليومين دول يطلع يقول لك أنا مش هشجع الأهلي، أنا مش هشجع الأهلي في كأس العالم للأندية. كلمة واحدة هرد بيها على الناس دي، كلمة واحدة هرد بيها على الناس دي يا بابا. ده شرف كبير لينا كأهلاوية إن أنت بالذات وأنت بالذات ما تشجعوش الأهلي. ده شرف كبير لأي أهلاوي إن الاثنين دول ما يشجعوش الأهلي، أي ده أو ده. بالذات لو أنتوا بالذات هتشجعوا الأهلي دي تبقى كارثة، لأن أنتوا كل واحد فيكم عارف هو عنده إيه، كل واحد فيكم عارف هو عنده إيه، تمام؟ ومش هرد عليكم أنا بس، لا ده أنا هرد عليكم وهسمعكم اللي أصبح الإعلامي الأول الرياضي الأول بعد تركه قناة أون تايم سبورت، وأصبح حر الكلمة وحر الرأي وحر في كل شيء، وهو البروف إبراهيم فايق. وقبل ما أسمعكم إبراهيم فايق هسمعكم كمان الجنرال خيري رمضان رد قال إيه، تمام؟ قبل ما نروح للناس وقبل ما نسمعكم الأخبار وقبل ما نسمعكم بالصوت والصورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة ليكم، بشكركم والله، القناة بتكبر بيكم. دعما لأخوك علشان انت ما تعرفش المجهود والبروفات والاستثناءات والحكايات والروايات اللي الواحد بيتمادى علشان يطلع يعمل لك حلقة زي دي. أرجو من كل الناس اللي بتشاهد الفيديو ضرب اللايك، واللي مش مشترك في القناة يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي من فوق. ونسمع يا كبير الأول مين الأستاذ البروف الكبير خيري رمضان قال إيه، علشان أنا ما بحبش أحكي، لا أنا بسمعك بالصوت والصورة. مبروك للأهلي اللي رفع اسم مصر في بطولة. هو الصوت بيوطى ليه؟ مش مجموعة، دول أهم 32 فرقة في العالم. انت عايز تفهمني ان الفريق البرازيلي ولا بورتو البرتغالي دي حاجه سهله؟ انت عايز تفهمني ان الفريق انتر ميامي اللي بيلعب ليه ميسي دي حاجه سهله؟ لا، البطوله مش سهله، ولا استطيع ان اقول ان الاهلي سيصل فيها الى اقصى مدى. لا، ما زالت الكره العربيه والكره المصريه بعيده عن هذه المستويات العالمية، وإن كان الأهلي هو الوحيد الذي شرف الكرة المصرية بمشاركته في كأس العالم للأندية 9 مرات وحصوله على البرونزية 4 مرات. فريق مصري هو الأول عالميا في المشاركة في كأس العالم للأندية، إذن فهو نادي عالمي. وجوده في ال 32 واسم مصر إيجيبت وهي بتتقال بتحسسك بالفخر. فريق مصري افريقي هو ممثل اولا لمصر، ثانيا لافريقيا، مشارك في بطولة عالمية، بطولة ستجعل الانظار موجهة الى الكرة المصرية. هيجيب دولارات لمصر، هيجيب اسم مصر، ذكر في محفل كبير يحضره شخصيات من اكبر شخصيات العالم، هيشاهد مباراته فوق ال 500 مليون، اكتر مليار، مش هتفرق. هيلعب مع نجوم العالم، هيدينا حلم. هل يجوز لي بصفتي زملكاوي، وهذا لا يقلل من شأني، وأنا هنا أتحدث عن النجم الكبير أحمد حسام ميدو النجم العالمي اللي لعب في أكبر فرق العالم وينتمي إلى الزمالك، ومحلل رياضي بيظهر على قنوات أون سبورت، وهي المنفذ الرياضي الأصيل الوحيد الرسمي لنا. أون سبورت مستضيفة الكابتن أحمد حسام ميدو ليعلق على مشاركة الأهلي، ولولا الأهلي ما كان ميدو موجودا في هذا المكان. حلو قوي كده، ولولا الأهلي ما كان ميدو موجودا في هذا المكان. يعني لولا الأهلي ما كنتش حضرتك طلعت عملت الحكايات والروايات والبتنجانات
يلا هنقول ايه بقى؟ ما هي سمك لبن تمر بلح. كلمه واحده اللي عجبتني: لولا الاهلي ما كنت موجود، لولا الاهلي ما كنت موجود في هذا المحفل، ولا حد كان شافك ولا حد كان سمعك تطلع تقول مش عارف ايه. انت خدت بما فيه الكفايه. نروح للبروف الثاني. للبروف الثاني، بس سيبه دلوقتي برضه ايه، سيبه دلوقتي نسمع ابراهيم فايق قال ايه وعبر وقال ايه. هخش في الموضوع على طول وبدون اي اندباجات او مقدمات. من المفترض الاهلي في القرعه بتاعه كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخه وتاريخ كل الانديه المصريه، لاول مره في تاريخه وتاريخ كل الانديه المصريه في نسخه هي الاولى ل 2025. فالقرعه بتتعمل، فالاهلي بيقع في مجموعته اللي انا مستنيه، اللي حضرتك مستنيه، اللي كل الناس مستنياه، انه الاعلام يبقى مهتم بشويه نقاط ليها علاقه بانه الاهلي هيلعب ازاي، هيدعم ازاي، خصومه عامل ازاي، القيمه التسويقيه بتاعتهم عاملين ازاي، مين اللعيبه المهمه اللي عندهم، الاهلي نواقصه هتبقى عامله ازاي، يا ترى الاهلي هيتحرك في الحته دي ولا لا، يا ترى الاهلي هيجيب اللعيب الفلاني ولا لا، يا ترى الاهلي هيعتمد على طريقه لعب شكلها عامله ازاي ولا لا. مش ده الطبيعي ولا ايه؟ ده الطبيعي. مش ده الطبيعي؟ مش ده كلام الكوره؟ ده ولا كلام حاجه ثانيه؟ ده كلام الكوره. انما الحقيقه فوجئت ومصدوم من كم الهرتله اللي بقالها على مدار 48 ساعه لا تتوقف في مناقشه موضوعات في منتهى السذاجه والتفاهه واشعال الفتن والتعصب. وخليكوا فاكرين، خليكوا فاكرين كويس الاسماء بالناس اللي بتناقش موضوعات هتاخد الجمهورين تخبطهم في بعض الى اقصى وابعد مدى تحت بند البوم طخ اوف انا جامد. صح. شفتني وانا بقول ان انا مش هشجع الاهلي؟ صح. شفتني لما قلت الاهلي لا يمثل الا نفسه؟ شفتني وانا بقول الاهلي ما بيمثلش مصر؟ انا مش قادر افهم مبدئيا، يعني مبدئيا اي شخص خلقه ربنا بيظهر على شاشه التلفزيون محلل كائنا من كان واهم اذا كان فاكر انه يطلع يقول اصل انا مش هشجع الاهلي، انا مش هشجع الزمالك، واهم لو فاكر ان ده هيأثر في حاجه. لا، ده هيزود شعبيه الاهلي حضرتك لما تشجعه، ولا هيقلل من شعبيه الاهلي اذا حضرتك ما شجعتوش. زيرو يعني، كام وسط الجماهير؟ زيرو. ونفس الامر. صحيح، الكلام صحيح يا باشا، كلام صح. زيرو يعني انت زيرو. طيب بمناسبه ابراهيم فايق والكلام اللي قاله على MBC مصر، انا عايز اوصل له رساله، عشان هو برضو وجه الكلام لمعالي الوزير خالد عبد العزيز، وقال له ما يصلحش والحكايه والروايه ولازم يتوقف ولازم يعمل ولازم يسوي. طيب يا كابتن ابراهيم، ما هو طلع البروف الجديد اللي عايز يطلع ترند جديد، اللي طلع بعد الهنا بسنه برضو عايز يطلع للسما، الكابتن ايمن عبد العزيز. وانا اسف ان انا بقول كابتن، تمام؟ وطلع على MBC مصر وقال لك بكل الوضوح والصراحه انا مش هشجع الاهلي. طيب مش طلع على MBC مصر اهو قال نفس الكلام؟ مع احترامي لكل الناس ومع احترامي لكل الكلام ده او ده، الاثنين ما يفرقوش مع الاهلي في شيء، الاثنين ما يفرقوش مع الاهلي في شيء. ده عايز يركب الموجه وده راكب الموجه من بدري، ده عايز يركب الموجه وده راكب الموجه من بدري. لا انت ولا انت تفرقوا مع الاهلي في شيء، ولا تهموا الاهلي في شيء، ولا ليكوا في جماهير الاهلي ولا ليكوا حتى ربع مليم، ما تفرقوش بربع مليم. لا انت ولا انت تفرقوا بربع مليم. هو بس كل من دلوقتي من هب ودب وعايز يطلع ترند، يطلع يقول لك انا مش هشجع الاهلي، بعد ما ده طلع وركب المرجحه والناس كلها ركبته المرجحه، ده برضه عايز يطلع المرجحه ويركب المرجحه والناس كلها تركبه المرجحه. هو ده اللي اصبح حاليا في مصر، تمام؟ كنا فاكرين من الاخر برضه، كنا فاكرين ان معالي الوزير خالد عبد العزيز هينظف الكلام ده، هيصلح حال الاعلام، ولكن للاسف مفيش فايده، وتبقى ريمه لعادتها القديمه. امس الزمالك كان بيلعب مع انيمبا، وقبل الموضوع وقبل ما نخش في التفاصيل دي،
اللي ما ضربش اللايك اضربه يا رجاله، اللي ما ضربش اللايك اضربه يا رجاله، اضرب لايكك تشجيعا للمجهود. طيب الاهلي يسافر غدا الى قطر لملاقاة احد الفائز من بطل الامريكيتين في باتشوكا المكسيكي وفلامينجو، مش عارف فلامينجو ولا اسمه ايه، انا حتى نسيت الاسم من كتر الهم اللي احنا فيه. طيب عامة الاهلي مسافر غدا وفي استقبال وينتظروا استقبال تاريخي من جماهير النادي الاهلي في قطر، وعلى الله التسهيل باذن الله. مسافر البعثه كلها بالمصابين بالمش مصابين، الفريق كله مسافر، ربنا معاهم ويوفقهم. امس الزمالك كان بيلعب مع انيمبا النيجيري المتواضع والمتواضع للغايه، وكان كسبان 2-0، ولكن باخطاء عواد والدفاع تعادل الزمالك 2-2 مع انيمبا النيجيري في ملعب انيمبا النيجيري. على فكره اي فريق قوي، اي فريق يعني بقول لك السنه دي، اي فريق قوي السنه دي هياكل عيش على الزمالك، هياكل عيش على الزمالك. الزمالك ضايع ودفاع ضايع وعواد ضايع والدنيا كلها ضايعه، وهياكل عيشه بكل سهوله، خلي بالك. انما انا عايز اسال سؤال للمعلم، ما هو ما يتقالش عليه غير المعلم، احمد سليمان عضو مجلس اداره الزمالك، اللي طلع قال وبهدل حسام حسن انه ما اشركش عواد. انا عايز اساله سؤال واحد، شفت الفرق بعينك ولا ما شفتش؟ شفت الفرق بعينك؟ مصطفى شوبير لما بيلعب ماتش بعد غياب بياخد رجل المباراه، اما عواد فاديك شفت ولا ما شفتش؟ اديك شفت ولا ما شفتش؟ اديك شفت انت ولا ما شفتش؟ اديك شفت طبعا. علشان ما اطولش عليكم لان الحلقه طالت مننا، بشكر كل الناس اللي متابعانا وبشكر كل الناس اللي ضربت لايك، بشكركم كلكم فوق دماغي من فوق. علشان ما اطولش عليكم بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.